تفتكر إيه اللي ممكن يخلي ملك عنده جيش وعنده شعب يبيع بلده بالكامل؟ مش عشان ملايين ولا عشان كنز، لأ، عشان قرط دهب. قصة حقيقية من أغرب القصص اللي حصلت في التاريخ، والنهاردة هحكيها لكم. استعدوا. في القرن ال19 غرب أفريقيا، منطقة مشهورة وقتها بتجارة العبيد والذهب، وفي النص كانت موجودة مملكة اسمها داهومي، اللي هي دلوقتي تقريباً جزء من دولة بنين. مملكة قوية مشهورة بجيشها، وكان عندهم كمان محاربات نساء اللي اتعرفوا بعد كده في كتب التاريخ كمحاربات داهومي، وكانوا فعلاً مرعبين للكل، مفيش جيش يقدر يقرب منهم بسهولة. الملك وقتها كان اسمه بهانزن، لكن مع مرور السنين الأوضاع بدأت تتغير. الاستعمار الأوروبي بدأ يتمدد، فرنسا بالذات كان نفسها تسيطر على المنطقة، وفي وسط ده كله المملكة دخلت في مشاكل اقتصادية. الزراعة مش ماشية، تجارة العبيد بدأت تقل بسبب الضغوط الدولية. الجو كان متوتر، وجيش فرنسا حوالين المنطقة. في الوقت ده جه تاجر فرنسي كبير اسمه فرانسيس ريغو، كان بيحاول يقنع الملك يفتح لهم تجارة في أراضي داهومي ويديهم شوية امتيازات. لكن الموضوع موقفش عند كده. ريغو استغل نقطة ضعف الملك، وعرف إنه مديون، محتاج ذهب، محتاج سلاح، ومحتاج أي دعم، وبدأ يعرض عليه شوية هدايا، شوية بنادق قديمة، شوية كحول فرنسي فخم، شوية أقمشة، وفي النص قرط ذهب. كان وقتها شكله غالي، لكن في الحقيقة قيمته مش كبيرة. اللي حصل إن الملك وهو في لحظة ضعف وتحت ضغوط مالية رهيبة وافق يبيع امتيازات تجارية ضخمة جدا للفرنسيين. واللي الأغرب هو إن الاتفاق ده، زي ما اتكتب في التقارير الفرنسية بعد كده، اتوصف ببيع مقابل قرط ذهب. وبسبب الاتفاق ده فرنسا دخلت الأراضي، سيطرت على التجارة، سيطرت على الموانئ، ومع الوقت بدأت تحتل أراضي داهومي بالكامل. وفي خلال شهور مملكة كاملة انهارت. الملك اتهزم، الجيش اتفكك، والمحاربات اللي كانوا رمز للمملكة اضطروا يهربوا. النهاردة القصة دي لسه بتتقال في غرب أفريقيا، وبيتقال عليها الملك اللي باع بلده بقرط ذهب. عبرة إن أوقات قرار بسيط في لحظة ضعف يغير مصير وطن كامل. تفتكروا لو ما كانش الملك وافق كان ممكن داهومي تبقى مختلفة النهاردة؟ اكتبولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واستنوني في قصة أغرب الأسبوع الجاي.